معنا اتصال من المغرب. الأخ سلمان من المغرب، تفضل أخي سلمان. تفضل أخي سلمان، نسمعك جيدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وبياكم، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل. وعظم الله أجرك أيضا. وحيا الله هذا الحبيب الغالي حاج وعد وكل القائمين على هذه القناة. وحياك الله. أنا لا أدري حقيقة إخواني أنتم تكلمون من؟ هؤلاء الذين الآن يسطون على عقول هذه الأمة ويقولون بأنهم هم من يمثل السنة. والله العظيم نحن كنا من هذا الفريق، ونعرف بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، إنما هم خنجر مسلول على هذه الأمة من أجل ضرب هذه الأمة في مقتل. نعم، الآن حقيقة أنا أحب أن أشارك في هذا الموضوع، ولكن ما دام الحاج وعد الغالي الحبيب قد كفى ووصى، وأيضا ما ذكره الشيخ حسين بهبهاني فذكر الموضوع بشكل يعني أنا أحب حقيقة وأتمنى أن تعطانا الفرصة، لأننا حقيقة ممنوعون في قنواتهم، ممنوعون في برامجهم. كلما يجدوا إنسانا مستبصرا ترك هذا المذهب يعني الوهابي، كلما قاطعوه لا يعطونه الفرصة حقيقة. وهذا أنا حقيقة من القائمين على هذه القناة أن يتركوا لنا الفرصة حتى نتكلم بروية. نعم، على أي حال أنا الموضوع الذي أحب أن أشارك به هو هذا المصاب الجلل وحجم الافتراءات والكذب على الشيعة. الآن إخواني كل من يسمعني في الوطن العربي نقول كل ما همت هذه الأيام الحزينة الأليمة التي يعتصر فيها الألم قلوب الأحرار من كل ملة ومن كل دين حتى من غير الإسلام. يعني الكل سمع ما يقول ماو تسي تونغ عن الحسين، الكل سمع ما يقول غاندي عن الحسين، وكثير من النصارى تسمعون صوتي؟ نعم، والإخوة المشاهدون أيضا يسمعون هذا الكلام الذي يخرج فعلا من القلب. الحسين إخواني، تبدأ الماكينة الإعلامية لأصحاب هؤلاء هذه الديانة الوهابية في العمل من أجل بث الأكاذيب وفي محاولة يائسة لطمس الحقائق التاريخية الناصعة، فيطرحون السؤال من دون أن يعطوا الفرصة لمخالفهم بالرد حتى يوهموا الناس أن المذهب الإمامي عاجز عن الإجابة. فيسألون مثلا لماذا الحزن والبكاء على أبي عبد الله الحسين؟ لماذا الحزن؟ لماذا البكاء على أبي عبد الله الحسين؟ لماذا الشيعة سنويا 10 أيام يقيمون أربعية للإمام الحسين؟ لماذا؟ هم يسألون من دون أن يعطونا الفرصة لأن نجيب. هل هو أفضل من الإمام علي؟ هل هو أفضل من الإمام من جده رسول الله؟ نقول لا، اعطونا الفرصة حتى نجيبكم. لا تشوشوا على قلوب الناس، لا تشوشوا على عقول الناس. الشيعة إخواني لا يفضلون أحدا على رسول الله، إنه أشرف الخلق دون استثناء، ويفضلون عليا بعد رسول الله، يفضلون عليا على الناس كافة بعد ذلك، لا كما يحاول هؤلاء أن يدلسون على البسطاء والعوام فيكذبون تلك الكذبة الصلعاء والتي لا زال يرددها بكل أسف حجنا الغالي حج وعد أخي مقدم هذا البرنامج. نعم، زالوا يكذبون تلك الكذبة الصلعاء والتي لا زالوا يرددونها يعني مشايخهم، وهي أن الشيعة تقول أن جبريل أخطأ في الرسالة فأعطاها لمحمد بدل علي، في كذب مكشوف، في عدم حياء منقطع النظير. فقد ثبت عند الشيعة أن عليا قال مفاخرا أنا خاطف النعل، أي علي يفتخر بأنه خاطف نعل رسول الله. وثبت أيضا أن الإمام علي سلام الله عليه قال كنا إذا حمي الوطيس لدنا برسول الله. وثبت عند الشيعة أيضا أن الإمام علي سلام الله عليه قال دخلت على رسول الله وكانت له هيبة
هيبة وجلالة، فلما قعدت بين يديه وفهمت فوالله ما استطعت أن أكلمه. إخواني، إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه لا يوازيه عند الله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن علي خليفته من يده وخير أهله وصحبه، ثم يأتي بعد ذلك أبناؤه الحسن والحسين. فإقامة العزاء مظهر لهذه العقيدة وعمل مجسم لها. إقامة العزاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه مظهر لهذه العقيدة وعمل مجسم لها. وإقامة العزاء على الإمام بهذا الشكل لأن الإمام الحسين هو آخر أصحاب الكفاء، فبعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ذهاب علي وفاطمة والحسن لم يبق إلا الحسين من أهل بيت النبوة، فتمثلوا جميعا في شخصه، فكان حب المسلمين له حبا لأهل البيت كلهم. وهذا نجد تفسيره في قول السيدة زينب يوم العاشر سلام الله عليها وهي تندب أخها الحسين يوم العاشر: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي عليه السلام، اليوم ثم أخي الحسين. ونجد تفسير ما قاله الإمام الحسين حينما تمموا على قتله: فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. نعم إخواني، ما موقف هؤلاء من الإمام الحسين الذي الآن يتباكون عليه؟ إخواني الذين يسمعون صوتي، ما موقف هؤلاء حقيقة من الإمام الحسين حينما تقرأوا كتبهم وتطلعوا على كتبهم تعرفون؟ أنا الآن أدعو الإخوة أن يكتبوا على الجوجل مقال باسم الثورة الباطلة لسيد أحمد العباسي. كتب مقال يقول: إذا كانت ثورة الحسينية فمآلها الفشل والهزيمة كمن هزم الحسين ابن علي ابن أبي طالب على يد القائد المحنك يزيد بن معاوية بن أبي سفيان داهية قريش خير المؤمنين. بالله عليكم يا أخي يا مقدم البرنامج، الذي يقول على يزيد أنه قائد محنك ويقول عن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه أنها ثورة فاشلة، من يقبل منكم أيها الإخوة السنة أن يقال هذا الأمر عن ابن بنت رسول الله؟ من يقبل منكم؟ من يقبل أن يقال هذا الكلام عن رجل قال فيه الرسول الأعظم: حسين مني وأنا من حسين؟ كلكم يا أهل السنة تفهمون كيف أن الرسول الأكرم يقول أنا حسين مني، فكيف تفسرون أن يقول رسول الله وأنا من حسين؟ بمعنى أن شرعي شرع الحسين وفعلي فعل الحسين وعملي عمل الحسين. هكذا إخواني يا أهل السنة والجماعة يا منصفين، ونحن أعلم من غيرنا بأنكم أنتم تكتوون بنار هؤلاء مثلنا، نحن المستبصرين والشيعة وكل هذه الأمة الكل يكتوي بنار هؤلاء. هل تقبلون من سليمان الجبهان في كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام، وهو كتاب موجه ضد الشيعة، يقول في كتابه عن الإمام علي سلام الله عليه: لا فرق عندنا بين علي وبين مجتهد من رجال الإسكيمو أو قبائل الموماو. بالله عليكم يا منصفين، هل هذا الكلام يقبل عن الإمام علي سلام الله عليه؟ ما أتاكم تقولوا لو قال أي أحد هذا الكلام عن الخليفة الأول أو الخليفة الثاني؟ يا أخي سلمان، أخي سلمان، هل تسمع لي؟ مجمعون على أن علي فاضل. هذا الرجل الآن مفتي الديار السعودية، بالله عليكم خرج على شاشة التلفاز ليقول بأن الإمام الحسين قد أخطأ، وبأن الإمام الحسين فعله كان فعلا مخالفا لسنة رسول الله، وأن بيعة يزيد بيعة شرعية. نسألهم ونسأل هذا الشيخ ونسأل علماء السلفية: ما هو حكم الإمام الحسين عندكم؟ لا تقولوا لنا بأنه اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، فهذا ضحك على الدقون. نريد الحكم الشرعي عندكم لمفرق الجماعة والخارج على الإمام المفترض الطاهر، كما قررتم بالنسبة لبيعة يزيد أنها بيعة شرعية. نريد منكم حكما شرعي. نسألكم وننتظر الجواب: هل راية الإمام الحسين سلام الله عليه كانت راية منصورة مؤيدة
من الله أم هي راية مخذولة كما قال شيخكم ابن تيمية عن خروج الإمام علي وعن مقاتلة الإمام علي سلام الله عليه للقاسطين والمارقين، وقال بأنه والله العظيم يا من يسمعني هذا الرجل يقول بأن الإمام علي سفك دماء المسلمين وأنه قاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال. نسأل هؤلاء الوهابية، هؤلاء أصحاب الديانة الوهابية التي لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بدين الإسلام، نسألهم أن يجيبون هل خروج الإمام الحسين خروج شرعي أم خروج غير شرعي؟